بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قبل أي كلام يا صاحبي، معلش بقى، يعني استحملني شوية. تمام؟ أنا الحمد لله قلت لك من ساعة ما تعادلنا ماتش صن داونز هنا في استاد السلام، وقلت لك كل اللي حصل ده بالنص. سواء قلت لك هنخسر من صن داونز هناك لو خسرنا، وقلت الهلال مش عمره ما يكسب صن داونز في ام درمان، وقلت هنكسبه هنا مش اقل من 3، والحمد لله وعدت ووفيت. اصل انا اهلاوي، فالوعد اللي اقوله لازم اوفي بيه، عشان عندي فرقه بتخليني اقدر اقول الكلام من القلب، وعارف ان عندي فرقه هتنفذه واقوله بقلب كده، وعارف ان ده هيحصل. فبعد اذنك يا صاحبي تكتب لي دلوقتي في الكومنتات قبل ما تشوف بقى الايه الحوارات بتاعت الاهداف. تمام؟ انت برنس يا احمد يا زكريا. وشير بقى، معلش بقى انا ما بطلبهاش، بس يلا بقى شير بقى وايه، عشان في حاجات حلوه لاخواتنا السودانيين اللي انا مش عارف هيبقوا موجودين. مش عارف، اصل الشمس مقصره، معلش، اصل المسمار كان حار. يلا بينا نشوف بقى بقيه الفيديو. الاول يا زول، الاول يا زول، ولسه الليله طويله، لسه الليله طويله يا زول ان شاء الله. ده مش جون يا جدعان، ده مش جون، ده فعل فاضح، ده فعل فاضح في استاد القاهره والله. كلهم الجون كان مرتضى، هم كانوا بيشجعوهم امبارح، بس لسه الليله طويله، الليله طويله. يا زول فلتت مسمار واحد بس يا زول الشوط الاول، بس بقيه المسامير جايه ان شاء الله. معايا يا زول، معايا المسمار الثاني يا زول، المسمار الثاني لسه الوعد بتاع الثالث هيجي ان شاء الله يا زول. بصرمك يا زول، وعدت ووفيت يا زول. المسمار الثالث، المسمار الثالث يا زول، المسمار الثالث يا زول. وعدت ووفيت، قلت لك هتاخد 3 مسامير، وعدت ووفيت يا زول، يا زول. هو الظلم خد وشه ليه؟ ها؟ كان جاي بفكر هيكسب، هنكسبكم في استاد القاهرة، هنكسبكم في استاد القاهرة، مستنيينكم. بتسمعونا حسكم ايه اللي حصل عندكم ايه. عايز تكسب الاهلي في استاد القاهرة يا زول، والله العظيم بجد. خلوهم يروحوا للبوابين بتوعنا يتعلموا منه. ايه يا زول، ايه يا زول، فين الشقاوة يا زول؟ فين هنكسبكم في استاد القاهرة يا زول؟ فين المسمار يا زول الحار يا زول؟ اديك كلت 3 مسامير حارين او باردين، انت اللي هتقول يا زول، انا ما اعرفش. انا ما اعرفش يا زول. ما انت يا ابني والله العظيم بجد كنت مقتنع، عقلك ده كان مصور لك انك هتيجي تصعد هنا على حساب النادي الاهلي وسط 50,000 متفرج او مشجع او راجل من جمهور النادي الاهلي. انت بجد كنت طبيعي؟ مين اللي كان ضحك عليك؟ قول لي مين اللي كان ضحك عليك؟ اللي كان ضحك عليك ابو 3 اللي احنا النهارده سويناك بيه. ليه؟ عشان يعني نخليكم فيكم من بعض، فيكم شرب من بعض، فاهم؟ فيكم ريحه من بعض، عشان تبقوا نفس الريحه والتسريحه. خليناكم اشتركتم في نادي ايه؟ صار الليل يا ابو 3 يا ابو 3 يا ابو 3. درس مجاني، درس مجاني لاي حد في القاره دي يحاول ان هو يناطح النادي الاهلي، او يفكر ان هو اقوى من النادي الاهلي. ادي النادي الاهلي اللي انتوا كنتوا مستهلين بيه، ابن الكاف المدلل. اظن ما كانش في حاجه تقول ان هو ابن الكاف المدلل. اتروقتوا كوره زي ما انا قلت. انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ كل رمان وانسى اللي حصل لك في ام درمان. قلت لك انا هاكل الرمان وهنسى، انا قلتها لك، قلت لك بس اوعدك انك هتيجي وهتاكل نجيله الملعب. والحمد لله وعدت ووفيت، الحمد لله وعدت ووفيت. هو ده الفرق بيني وبينكم، ان احنا بنقول كلام احنا قده، عشان احنا بنشجع فريق بيخلينا نتكلم بقلب، مش فريق يخلينا نقول كلام وقت ما كده نستخبى. اصل عارفين انتوا وقت زمانكم مستخبيين. طبعا الكلام موجه للفئه اللي هي بتشتم وبتقل ادبها، الناس المحترمه على العين وعلى الراس، الناس المحترمه على العين وعلى الراس. وسيبونا بقى يعني صياحكم هو طرب وكل حاجه، بس عايزين نستمتع بالصعود.
فسيبونا بقى ايه نركز كده في الصعود ونفرح بالصعود عشان نكمل ان شاء الله البطوله اللي باذنك يا رب هناخدها ان شاء الله هناخدها. سلام يا زول.